Spider-Man! I knew you two were in this together! Hey kiddo, let mom and dad talk for a minute, will ya? عاوز تتكلم انجليزي زي الامريكان مش حفظ وقواعد؟ هنا هتعلم الكلام اللي بيتقال في الشارع الامريكي من قلب المسلسلات والافلام من خلال مشهد كامل. Stay tuned. Subscribe. اهلا بيكم يا شباب، انا احمد يونس وانت منورنا على قناه English for more fun. طيب النهارده معانا مشهد من فيلم سبايدر مان اول جزء خالص. هناخد حوار كده هيدور بين بيتر باركر اللي هو اصلا سبايدر مان بس متخفي مع جي جونا جيمسون في الجريده بتاعته. طبعا كلنا عارفين الضحكه المشهوره بتاعت الراجل ده. طيب يلا بينا نشغل المشهد اللي معانا. ممكن بس نقف 5 ثواني نشترك ونفعل الجرس ونعمل لايك ونسيب قلب في التعليقات. 1 2 صلى على النبي and let's get the show on the road. Spider-Man wasn't attacking the city, he was trying to save it. That's slander. طيب تعالى ناخدها واحدة واحدة زي ما متعودين ونفهم هو قال ايه في الآخر. Attacking جاية من attack يعني يهاجم. بقول مثلا The army attacked at dawn. Army يعني جيش. At dawn بتتقال على بعضها كده بمعنى عند الفجر، الصبح بدري في ساعة الفجر يعني. أنا وأنت عارفين إن attack معناها يهاجم، فلما أحطها لك في مثال زي ده إحنا مش بنضيع الوقت، بنحاول بس نعرف حاجة جديدة زي مثلا at dawn ممكن ما كناش نعرفها قبل كده. حلو، يبقى The army attacked at dawn يعني الجيش هاجم عند الفجر. Save معناها ينقذ أو ينجد حد مثلا. For example, he saved the child from drowning. He saved the child from drowning يعني هو أنقذ الطفل من الغرق. He saved the child from drowning. كلمة slander يعني تشهير أو افتراء. عارف لما حد يقول عليك حاجة وحشة أو أكاذيب عشان يبوظ سمعتك؟ ده اسمه slander. For example, accusations without proof are just slander. Accusations يعني اتهامات. Proof يعني دليل. Accusations without proof اتهامات بدون دليل are just slander تكون فقط افتراء أو تشهير. كذب بيتقال يعني مفيش عليه دليل. Accusations without proof are just slander. إذن بيتر باركر هنا بيقول Spider-Man wasn't attacking the city. Spider-Man ما كانش بيهاجم المدينة. He was trying to save it. هو كان بيحاول ينقذها. That's slander. ده تشهير أو افتراء. Spider-Man wasn't attacking the city, he was trying to save it. That's slander. Spider-Man wasn't attacking the city, he was trying to save it. That's slander. Spider-Man wasn't attacking the city, he was trying to save it. That's slander. نكمل. It is not. I resent that. Slander is spoken. In print, it's libel. كلمة resent معناها يستاء من. يستاء من حاجة غلط بتتقال مثلا. يعني ممكن أقول لك I resent being blamed for everything. يعني أنا مستاء من كوني ملام على كل شيء. I resent being blamed for everything. ممكن برضه أقول لك I didn't mean to make you resent me. I didn't mean أنا لم أقصد to make you resent me. أنا أجعلك تستاء مني. أنا لم أقصد أن أجعلك تستاء مني. I didn't mean to make you resent me. تعال نشوف كده ازاي بيستخدموها في الافلام. I resent that accusation. I resent that accusation. I resent that accusation. I resent that accusation. He will always resent me for what I did. He will always resent me for what I did. He will always resent me for what I did. He will always resent me for what I did. I think he resented our concern. 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 طيب imprint أقدر أستخدمها بأكتر من معنى. يعني ممكن مثلا أستخدمها بمعنى مطبوع أو ورقي. ممكن أقولك مثلا I prefer reading the news in print rather than online. The news يعني الأخبار. Rather than كذا يعني بدلا من كذا. I prefer reading the news in print. يعني أنا أفضل قراءة الأخبار مطبوعة أو ورقية. Rather than online. بدلا من online أو أشوفها على النت. I prefer reading the news in print rather than online. يبقى أول معنى اللي in print مطبوع أو ورقي. طيب المعنى التاني هو ما زال يطبع. يعني متوفر للبيع في نسخة مطبوعة. مثلا كتاب أو حاجة. تعال نقول مثال عشان توضح أكتر. For example, this book is still in print after 30 years. This book is still in print. يعني الكتاب ده ما زال يطبع. الكتاب ده متوفر للبيع بنسخة مطبوعة. After 30 years. بعد 30 سنة. This book is still in print after 30 years. المعنى الثالث ل imprint واللي مستخدم معانا في المشهد هو منشور بشكل مطبوع. يعني ايه؟ يعني منشور في مجلة أو جريدة أو حاجة بشكل مطبوع يعني. نقول مثال عشان توضح أكتر.
For example, that rumor was never in print, only online. Rumor يعني إشاعة. That rumor was never in print. يعني الإشاعة دي ما كانتش منشورة بشكل مطبوع أبدا. Only online. فقط عبر الإنترنت. يعني الإشاعة دي كانت موجودة على النت وما اتنشرتش بشكل مطبوع في مجلة أو صحيفة أو حاجة. That rumor was never in print, only online. حلو. يبقى in print ليها 3 معاني. نراجعهم مع بعض بسرعة. مطبوع أو ورقي. I prefer reading the news in print rather than online. أنا أفضل قراءة الأخبار مطبوعة أو ورقية بدلا من online. المعنى الثاني ما زال يطبع يعني متوفر للبيع بنسخة مطبوعة. This book is still in print after 30 years. الكتاب ده ما زال يطبع. الكتاب ده متوفر للبيع بنسخة مطبوعة بعد 30 سنة. المعنى الثالث هو منشور بشكل مطبوع في صحيفة أو مجلة أو غيرها. That rumor was never in print, only online. الإشاعة دي ما كانتش منشورة بشكل مطبوع أبدا، فقط عبر الإنترنت. حلو. دول ال3 معاني ل in print. لازم تكتبهم عشان هتنساهم. حلو. طيب كلمة liable معناها تشهير برضو زيها زي slander. الفرق بينهم ان slander هو تشهير لفظي او منطوق، يعني حد بيشهر بحد بيسيء لسمعة حد بلسانه. انما liable هو تشهير بحد ولكن بشكل مكتوب او مطبوع في جريدة مثلا او حاجة. يبقى الاتنين نفس المعنى. الفرق ان slander تشهير لفظي يشهر بسمعة حد بالكلام، انما liable تشهير مكتوب بيشهر بسمعة حد في جريدة مثلا. حلو. حتى شوف المثال ده كده هيقول ايه. Is it slander or is it libel? 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 يبقى بيتر كان بيقول Spider-Man wasn't attacking the city, he was trying to save it. سبايدر-مان ما كانش بيهاجم المدينة، هو كان بيحاول ينقذها. That's slander. ده تشهير بين قوسين لفظي. فرد جيمسون وقال له It is not. إنه ليس تشهير لفظي. I resent that. أنا مستاء من ده. أنا برفض إنك تقول عليه تشهير لفظي. Slander spoken. Spoken يعني منطوق. بيقول له يعني كلمة slander دي معناها تشهير منطوق. وكمل imprint منشور بشكل مطبوع. It's liable. إنه تشهير مكتوب أو مطبوع. أنا عارف إنك مش فاهم الحتة دي. بص، جيمسون ده رئيس جريدة في الفيلم، وهو كان شهر أو افترى على سبايدر مان وكتب عليه كلام مكذوب عشان يخلي الناس تكره سبايدر مان. فبيتر هنا بيقول له سبايدر مان كان بيحاول يحمي المدينة مش يهاجمها. انت كتبت عنه كده ليه في الجريدة؟ وقال له that's slander. ده تشهير. فجيمسون بقى بيصلح له كلامه وبيقول له انا مستاء من ده. slander دي كلمة معناها تشهير منطوق، انما اللي انا عملته هو اني طبعته ونشرته. كلامي ده ما قلتوش، ده انا طبعته ونشرته. فبقى اسمه liable مش slander. يعني هو زعلان انه بيقول slander مش liable، مش زعلان ان هو نشر اكاذيب عن سبايدر مان. وصلت معاك الفكرة؟ حتى رئيس الجريدة هنا بيوضح الفرق بين slander و liable. It is not. I resent that. Slander is spoken. In print, it's libel. It is not. I resent that. Slander is spoken. In print, it's libel. نكمل. You don't trust anybody, that's your problem. I trust my barber. You don't trust anybody, that's your problem. You don't trust anybody. انت لا تثق بأي أحد. انت مش واثق في كلامي ان سبايدر مان كان بينقذ المدينة مش بيهجم عليها. That's your problem. دي مشكلتك. You don't trust anybody, that's your problem. You don't trust anybody, that's your problem. فرد جيمسون وقال له I trust my barber. barber يعني حلاق. I trust my barber يعني أنا أثق في الحلاق بتاعي. في كوميك كده معمول على المقطع ده. بيتر بيقول له أنت ما بتثقش في أي حد، فقال له I trust my barber. أنا أثق في الحلاق بتاعي. وكتب لك هنا 13 years later يعني بعد 13 سنة. بقى أقرع، فما كانش ينفع يثق في الحلاق بتاعه. طيب بما اننا بنتكلم عن الباربر الحلاق، تعال نعرف كم حاجة كده بيستخدمها الحلاق في شغله. اولا كده تفتكر المحل اللي بيشتغل فيه الحلاق اسمه ايه؟ جاية من اسمه. اللي عارف محل الحلاق اسمه ايه بالانجليزي يوقف الفيديو ويكتبه في التعليقات. اسمه باربر شوب. باربر شوب، وده طبعا خاص للرجال او الشباب. انما بتاع البنات او النساء اسمه هير صالون. هير صالون. اسمع كده. Yeah, I worked in a barber shop. 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 My friend and I own a hair salon downtown. My friend and I own a hair salon downtown. My friend and I own a hair salon downtown. My friend and I own a hair salon downtown. طيب يا ترى الحلاق ممكن يستخدم ايه في شغله؟ الحلاق ممكن يستخدم scissors.
مقص. وقلنا قبل كده ان اي حاجة في الانجليزي ليها فردتين بنعملها معاملة الجمع، بنقول scissors مش scissor. وقلنا لما احب اعد بقول a pair of كذا، يعني زوج من كذا. a pair of scissors مقص واحد بقول عليه a pair of scissors. 2 pairs of scissors يعني مقصين. 3 pairs of scissors يعني 3 مقصات، وهكذا. لو عاوز تعرف تفاصيل عن الحاجات اللي ليها فردتين في الانجليزي يبقى لازم تشوف الحلقة اللي هتظهر لك فوق دي، تحديدا من الدقيقة رقم 25 ثانية. روح اسمعها وتعالى انا مستنيك. انما لو متابع الحلقات معانا فانت تمام. تعالى نحط scissors في جملة عشان نعرف حاجات جديدة. ممكن نقول مثلا He trimmed my bangs with a pair of scissors. واحدة واحدة. trimmed ده الماضي بتاع trim يعني يقص. قال طب ما cut معناها يقص برضه، ايه الفرق بينهم؟ طيب نقول جملتين زي بعض ونفرق بينهم. ممكن نقول مثلا I will cut my hair and I will trim my hair. الاتنين معناهم انا هقص شعري. الفرق ان I will cut my hair معناها اني هقص جزء كبير من الشعر وهغير شكله، هغير شكل القصة خالص. انما I will trim my hair انا هنا هقص جزء صغير من شعري، اطرافه مثلا، انما مش هغير القصة بتاعتي. وصلت؟ ف cut معناها يقص كمية كبيرة من الشعر، انما trim يعني يقص اطراف بس. طيب كلمة bangs دي اللي هي قصة، شوية الشعر اللي بيكونوا نازلين على الجبين دول اسمهم bangs. زي ما حضرتك شايف في الصورة كده، هو قص لها حاجة بسيطة من القصة، سواها بس. He trimmed my bangs. هو قص لي أطراف قصتي، هو قص لي أطراف القصة بتاعتي. with a pair of scissors بزوج من المقص، بمقص واحد يعني. He trimmed my bangs with a pair of scissors. طيب جميل. الحلاق برضه ممكن يستخدم hair clippers يعني ماكينة حلاقة اللي حضرتك شايفها دي. ممكن حد يتساءل ويقول ليه قلنا hair clippers مش hair clipper؟ ليه في اس هنا؟ مش احنا بنتكلم عن ماكينة واحدة بس؟ هقولك سؤال حلو. لو فاكر لسه قايلك من شوية ان اي حاجة ليها فردتين في الانجليزي بتتعامل معاملة الجمع. هتقولي طب فين يا عم الفردتين؟ ما مكنة واحدة اهو. المقص قلنا scissors عشان ليه فردتين، المكنة دي ملهاش فردتين. ليه قلنا clippers مش clipper؟ هقولك انت بس مش واخد بالك ان ليها فردتين. بص كده في فردتين اهو، جزء ثابت وجزء بيتحرك يقطع الشعر. عرفت ليه هنا بنقول hair clippers؟ عشان اي حاجة ليها فردتين او جزئين الاجانب بيشوفوها جمع، ولكل قاعدة شواذ، يعني ما تثقش في الاجانب قوي كده. طيب تعالى نحطها في مثال عشان نعرف حاجات جديدة. ممكن نقول The barber used hair clippers to fade the sides of my hair. كلمة fade معناها يدرج. عارف اللي هو يدرج شعره؟ يعني تقصه من فوق وتفضل تخفف من تحت لتحت وانت نازل كده، زي ما حضرتك شايف في الصورة اسمه fade، يدرج. The barber used hair clippers. الحلاق استخدم ماكينة حلاقة to fade the sides of my hair عشان يدرج أجناب شعري. الحلاق استخدم ماكينة حلاقة عشان يدرج الجناب بتاعة شعري. إذا هنا عرفنا fade the sides of my hair. ممكن ما كناش نعرفها. The barber used hair clippers to fade the sides of my hair. طيب الحلاق برضو بيستخدم a comb، مشط، a comb. وأعتقد برضو الحلاق بيستخدم a hairbrush، فرشة شعر، a hairbrush. اسمع كده. Do you have a hairbrush or a comb? Do you have a hairbrush or a comb? Do you have a hairbrush or a comb? جميل. ممكن برضو الحلاق يستخدم دي، بيحط فيها موس حلاقة ويشيل بيها الشعر، اسمها a straight razor. اتأكد كده. You generally use a straight razor. 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 طيب الرداء اللي بيلبسه الشخص اللي بيحلق ده اسمه a barber cape. a barber cape. ممكن نقول مثلا I bought a barber cape to cut my son's hair at home. I bought a barber cape. أنا اشتريت رداء حلاقة to cut my son's hair at home. لأقص شعر ابني في البيت. I bought a barber cape to cut my son's hair at home. طيب في كلمة أحب إنك تعرفها وهي shave. shave كفعل معناها يحلق. بقول مثلا I shave every morning before work. I shave every morning before work. يعني أنا بحلق كل صباح قبل الشغل. عادة لما بقول shave لوحدها كده وما بحددش ايه اللي انا حلقته، بيكون المعنى اني حلقت الشعر اللي موجود في وجهي، دقن يعني وكده. لو بنت بتتكلم مثلا هتحدد ايه اللي اتحلق لان ما عندهاش دقن. يعني ممكن نقول مثلا، او بنت مثلا ممكن تقول I shaved my legs this morning. I shaved my legs this morning. يعني انا حلقت ساقي هذا الصباح. I shaved my legs this morning. حلو. يبقى كده في 3 كلمات نقدر نفرق بينهم في موضوع الحلاقة ده، وهما cut, trim and shave. cut معناها يقص كمية كبيرة من الشعر.
trim معناها يقص الأطراف بس عشان يهذبه مش أكتر. إنما shave يعني يحلق بالموس يا باشا، يشيل الشعر تماما. حلو، يبقى عرفنا الفرق بين الثلاث كلمات دول. طيب ممكن بقى يا صديقي توقف الفيديو وتشترك عشان أغلب حضراتكم مش مشترك. خلي بالك أنا بعرف من الإحصائيات، ساعدنا بس نكمل إذا تكرمت. ها اشتركت ولا ايه؟ انا مستنيك. طيب ايه رايك تشترك في القناه واقول لك اسم المكنه اللي بيحلق بيها الراجل ده اللي في الصوره ده؟ بهزر طبعا. المكنه اللي في الصوره دي عاده بنستخدمها مره واحده ونرميها. المكنه دي يا سيدي اسمها a disposable razor. a disposable razor. وهنشوفها كمان شويه في مقطع من فيلم عشان تتاكد. اسمها ايه؟ a disposable razor. طيب دي المكنه اللي بنحلق بيها مره واحده ولا حاجه ونرميها. امال المكنه دي اللي بنستخدمها على طول دي اسمها ايه؟ اقول لك وتشترك؟ بهزر طبعا. اسمها a safety razor. a safety razor. تعال نتأكد كده. This disposable razor, this disposable razor, this disposable razor, this disposable razor. Got me a safety razor for my birthday. 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 طيب الكرسي اللي في محل الحلاقة ده اسمه a barber chair. a barber chair. ممكن برضو الحلاق يستخدم a broom يعني مكنسة عشان ينظف الشعر من الأرض. a broom. أو ممكن يستخدم a vacuum cleaner اللي هي المكنسة الكهرباء. a vacuum cleaner. مش عارف هو ممكن يستخدم a vacuum cleaner ولا دي موجودة في البيت بس. طيب شوف كده. That's a broom. That's a broom. That's a broom. Is that a vacuum cleaner? Vacuum cleaner. 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 حلو، تعالى بقى نخرج من محل الحلاقة اللي دخلناه ده ونرجع للمشهد. You don't trust anybody, that's your problem. I trust my barber. You don't trust anybody, that's your problem. I trust my barber. بص جيمسون هيقول له ايه؟ What are you, his lawyer? Get out of here. كلمة lawyer يعني محامي. For example, she will appoint a lawyer for the case. Appoint يعني يعين. Case يعني قضية أو دعوة قضائية. She will appoint a lawyer. هي سوف تعين محامي for the case للقضية. She will appoint a lawyer for the case. إذن بيقول له What are you؟ أنت إيه؟ His lawyer؟ محامي؟ Get out of here. امشي من هنا. أنت بتدافع عن سبايدر مان ليه؟ أنت المحامي بتاعه؟ امشي من هنا. What are you? His lawyer? Get out of here. What are you, his lawyer? Get out of here. What are you, his lawyer? Get out of here. What are you, his lawyer? Get out of here. What are you, his lawyer? Get out of here. هيكمل ويقول له Let him sue me. Get rich like a normal person. That's what made this country. sue معناها يقاضي أو يرفع دعوة قضائية على حد مثلا. شوف كده. I will sue you for sexual harassment. 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 Are you gonna sue me for sexual harassment? 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 She sued Brenner. She sued the government. 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 rich يعني غني. get rich يعني يبقى أو يكون غني. بيقول له let him sue me. let him sue me. خليه يقاضيني. خلي سبايدر مان يرفع عليه قضية. get rich like a normal person يعني يكون غني مثل شخص عادي. ارفعوا عليه قضية وخدوا فلوس تعويض عن التشهير يعني. طبعا بيتريق ان في امريكا اي حد ممكن يرفع قضية على اي حد وياخد منه فلوس. واشهر دليل على ده فيلم عادل امام لما كان في امريكا والبنت خبطته. الفيلم اصلا كله بيدور حوالين التعويض اللي هياخده من البنت دي. اطلب 5 مليون. دماغي. المهم يكمل وقال That's what made this country. That's what made this country. ده اللي جعل هذه الدولة. وما كملش لأن لقى السيجارة اللي حدفها من الشباك رجع له تاني. Let him sue me. Get rich like a normal person. That's what made this country. Let him sue me. Get rich like a normal person. That's what made this country. Let him sue me. Get rich like a normal person. That's what made this country. خلينا نكمل ونشوف هيحصل ايه. Who's the photographer who takes the pictures of Spider-Man? سلايم دي شتيمة معناها شخص حقير أو خبيث أو مقرف. حد بيتصف بالخداع أو القذارة الأخلاقية. شوف كده. Batman is a slime. Batman is a slime. Batman is a slime.
That man is a slime. Get off me, you slime! 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 photographer يعني مصور. ما تقولش photographer. take a picture of كذا يعني يلتقط أو ياخد صورة لكذا. شوف كده. Can you take a picture of us? 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 Let's just take the picture, alright? 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 هنا goblin أو العفريت ده قال له Jameson you slime. Jameson أيها الحقير. Who's the photographer who takes the pictures of Spider-Man? مين المصور اللي بيلتقط الصور بتاعت سبايدر مان؟ مين اللي بيصور الصور لسبايدر مان وبيجيبها لك في الجريدة هنا تنشرها؟ Jameson, you slime. Who's the photographer who takes the pictures of Spider-Man? هيرد ويقول له I don't know who he is. His stuff comes in the mail. You're lying. I swear. stuff أخدناها قبل كده وقلنا معناها أشياء أو حاجات. come in the mail ده تعبير معناه يجي أو يصل بالبريد. ممكن نقول مثلا The wedding invitation came in the mail yesterday. wedding invitation اللي هي دعوة زفاف أو دعوة العرس. The wedding invitation came in the mail yesterday. يعني دعوة زفاف وصلت بالبريد أمس. طيب lying جاية من lie يعني يكذب و swear هنا معناها يقسم أو يحلف. شوف كده. Don't lie to my parents, okay? 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 Why are you lying about her? 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 I can't believe you lied to me. 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 I swear that's all I know! 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 I swore to protect you. 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 إذا بيقول له I don't know who he is. I don't know who he is. أنا لا أعرف من يكون. His stuff comes in the mail. حاجته بتصل بالبريد. His stuff comes in the mail. الصور اللي بيبعتها لسبايدر مان بتيجي بالبريد. فقال له You're lying. أنت بتكذب. فرد وقال له I swear. أنا أقسم. أنا بحلف إن دي الحقيقة. I don't know who he is. His stuff comes in the mail. You're lying. I swear. I don't know who he is. His stuff comes in the mail. You're lying. I swear. هيرد goblin ويقول له He's the one who can bring me to I him. don't know who he is. You are useless. لما أقول لك bring me to حد معين معناها خدني أو اصطحبني للشخص ده. شوف كده. Bring me to him. Bring me to him. Bring me to him. Bring me to him. Bring me to your leader, James Washington. Bring me to your leader, James Washington. Bring me to your leader, James Washington. useless يعني عديم الفائدة. useless. The rest of you are useless to me from now on. The rest of you are useless to me from now on. The rest of you are useless to me from now on. I'm not useless. I'm not useless. I'm not useless. I'm not useless. بيقول له he's the one who can bring me to him. هو الشخص اللي يقدر ياخدني ليه. بيتكلم عن المصور ياخده لسبايدر مان يعني. فقال له برضه I don't know who he is. أنا لا أعرف من يكون. فرد عليه وقال له you are useless you. أنت عديم الفائدة أيها كان لسه هيشتمه تاني. طبعا حد هيقاطعه دلوقتي. He's the one who can bring me to him. I don't know who he is. You are useless. سبايدر مان هيقاطعه ويقول Set him down, tough guy. Speak of the devil. set حاجة أو حد down أو set down حد أو حاجة ده فعل مركب معناه يضع الحاجة أو الحد ده. ممكن نقول مثلا She gently set the flowers down on the grave. Gently يعني بلطف. grave يعني قبر أو قبر. هتقولي ايه الفرق بينها وبين tomb؟ ما هو الاتنين معناهم مكان بيدفن فيه ميت. الفرق ان grave هي حفرة في الأرض بيدفن فيها أي حد لما يموت. إنما tomb كلمة رسمية شوية بتستخدم في السياق التاريخي أكتر وهي بناء مش حفرة كده وخلاص. لا ده بناء بيستخدم لدفن حد مهم زي ملوك مصر القديمة مثلا. يعني نقدر نقول مثلا عشان نميز بينهم The pyramids of Giza are considered tombs not graves. يعني أهرامات الجيزة تعتبر tombs مش graves لأن grave مجرد حفرة في الأرض أي حد بيدفن فيها. إنما tomb بيكون بناء مخصص لدفن حد مهم ملك مثلا أو حاجة. The pyramids of Giza are considered tombs not graves.
إذن هنا بنقول She gently set the flowers down on the grave. يعني هي بلطف وضعت الأزهار على القبر. She gently set the flowers down on the grave. شوف كده. Set down the knife immediately. 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 I'm just gonna set this down now. 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 tough معناها قوي أو قاسي. Speak of the devil ده idiom مصطلح معناها عارف لما تكون بتتكلم عن حد وتلاقيه جه فجأة. احنا ساعتها في مصر بنقول تعبير كده بنقول جبنا سيرة القط جاي نط. في الانجليزي بيقولوا speak of the devil. طيب ليه speak of the devil معناها كده؟ يعني ايه the devil اصلا؟ the devil هو الشيطان. المصطلح ده زمان كان بيتقال كده speak of the devil and he will appear يعني يظهر يعني يتكلم عن الشيطان وهو هيظهر. ودي كانت عبارة خرافية كده بيحذروا بيها بعض لو اتكلمت عن الشيطان هيظهر لك. مع الوقت اتقصت وبقت speak of the devil وبقت تستخدم بشكل فكاهي مع أي حد يجي فجأة كده لما نكون بنتكلم عنه. عرفت ليه بنقول speak of the devil؟ أول ما نتكلم عن حد تلاقيه ظهر كده قدامنا. شوف كده Speak of the devil, right on time. 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 يبقى سبايدر مان قال له set him down tough guy يعني ضعه أيها الرجل القوي. بيتريق عليه طبعا ماسك شخص ضعيف فرد وقال له speak of the devil يعني جبنا سيرة القط جاي نط. لسه بنتكلم عنك أديك ظهرت. أكيد في تعبير بتستخدمه في بلدك يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات وتسيب لنا علم بلدك. Set him down, tough guy. Speak of the devil. Set him down, tough guy. Speak of the devil. نكمل. Spider-Man, I knew you two were in this together. Hey kiddo, let mom and dad talk for a minute, will you? لسه ناقصه من العفريت وبيقول له Spider-Man, I knew you two were in this together. Spider-Man أنا كنت عارف انتوا الاتنين مع بعض في ده. انتوا الاتنين أشرار يعني. فقال له Hey kiddo, let mom and dad talk for a minute, will you? kiddo دي جاية من kid يعني طفل أو صغير. kiddo دي زي ما بنقول كده يا صغيري. يا صغيري دي ممكن أقولها لولد أو بنت. فهو هنا بيقول له Hey kiddo يا صغيري let mom and dad talk for a minute. دع ماما وبابا يتكلموا دقيقة. will you؟ ممكن؟ طبعا بيتريق عليه لأنه ما كانش قادر يدافع عن نفسه وجاي يتكلم دلوقتي. Spider-Man, I knew you two were in this together. Hey kiddo, let mom and dad talk for a minute, will you? Spider-Man, I knew you two were in this together. Hey kiddo, let mom and dad talk for a minute, will you? في الآخر بقى هيقول له sleep يعني نام. sleep. بس يا سيدي المشهد كامل هسيبه لك على قناتنا على تليجرام او واتساب. الرابط في الوصف تحت الفيديو. لو استفدت باي حاجه النهارده اتمنى تعمل لايك ويا ريت كمان تقول لنا تحب المشهد الجاي يكون من فيلم او مسلسل ايه. هسيبك هنا واشوفك ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم. Peace out. Subscribe.